السلام عليكم. تحية تقدير ومحبة واحترام للجميع ونهاركم مبروك، والله يجعل أيامكم كلها مباركة. وكيف ما العادة مرحبا بكم معنا في نهار جديد وقصة جديدة، والله يثبتنا ويثبتكم على طريق الخير والشهادة. ونبداوها بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا عليه أفضل الصلاة والسلام. وندخلوا مباشرة في القصة ديالنا اللي كتقول مولاتها سميتي الزاهية. حنا 6 ديال الخوت، 3 ديال البنات و3 ديال الولاد. با فقيه ديال الجامع وامي جالسه في الدار، وبا كان كيدي خوتي الولاد معاه يقريهم، وحنا البنات حتى كيجي للدار. ما دخلناش المدرسه نهائيا، ولكن تعلمنا نكتبو ونقراو القران، تعلمنا قواعد التجويد والاحاديث. داكشي اللي كيتعلق بالدين كامل قراه لينا با. وكان حريص بزاف على التربيه ديالنا على احسن وجه، لدرجه المبالغه. ما كنقولش المبالغه في الدين، لا ماشي هادشي اللي بغيت نقصد، وانما كان كيبالغ في الحظيه ديالنا. كان رد لينا البال بزاف، خصوصا حنا البنات. كان مزير علينا فوق القياس. ما خصكش تطلي، والشمس ما خصهاش تشوفك، الحبس ديال بصح. ما تخرجيش وما تعتبيش باب الدار، وما تطليش من الشرجم، وما توقفيش في الزنقه، وما تسيقيش قدام الباب، وما ديريش وما تفعليش. حنا ما عارفينش برا شنو اللي فيها ولا شنو اللي واقع، ما عارفين حتى شي حاجه. بالنسبه لخوتي الولاد لا، غير حنا البنات وصافي. اللي علينا هاد الزيار وهاد الضغط هذا. وامي نفس الشيء، حتى هي ما عندهاش الحق دير الصحابات، وما عندهاش الحق تخرج ولا تدخل ولا تمشي لعند شي حد ولا يجي عندها شي حد. واحد الزيار اللي فوق القياس. بالنسبه لخوتي، كنت انا هي الصغيره فيهم. كان كيزوج خواتاتي بالطريقه اللي بغا هو واللي اختار هو. كيهضر مع شي حد على البنت اللي ما شافهاش، على حقاش حنا حتى شي واحد ما كيشوفنا نهائيا. غير كيكونوا كيهضروا وكيقولوا بنت الفقيه راه ما كتخرج ما كتدرج. كيتشجع علاش لا. زوج اختي الكبيره هي الاولى، خوتي حتى هما نفس الشيء. ما كيفوتوش 20 عام كيزوجهم. صافي بدا كيزوج في خوتي واحد مورا واحد بالاختيار ديالو. كيقول باللي الزواج خصو الصبر، وما خصناش نبداو كنتخيروا ونقولوا هذا وهذا لا. اللي صافت لك الله في طريقك قولي بسم الله وحمد الله وشكري وسكتي. بالنسبه لخوتي كيف ما قلت لكم حتى هما كيزوجهم بالاختيار ديالو هو، وبداك الشيء اللي بغاه هو. كيعرف شي حد عنده البنت في الجامع انه انسان معقول ومتقي الله، كيعرف عنده البنت صافي كيمشي يخطبها من عنده. هكا الامور ديالنا غاديه. المهم دازت ليا، وصلت انا للعمر ديال 18 عام، ودبر ليا حتى انا على عريس كيف ما العاده، بحالي بحال خوتي كاملين. غير هو انا ما عرفتش علاش جاب ليا راجل مزوج وكبر مني، قدو في العمر ديالو. قال لي بلي داك الراجل باغي التعدد وكيعرفوا انسان متقي الله. هادشي علاش المهم زوجني ليه. بزاز عليا، ما بغيتوش، ما عمرني شفته. هاد السيد هذا ما عنديش عليه شي فكره خايبه ولا سامعاه ليه شي حاجه نهائيا. يكفي انني سمعت شحال في العمر ديالو، وسمعت انني غادي نكون المراه الثانيه. ما عجبنيش الحال. عنده ولاد اللي كبر مني، ولكن با ما عندكش الحق انك ترفضي. با القضيه اللي فيه ما فهمتوش. هو راه ما عرفتش كيفاش انني نشرح لكم. هو مزير وضاغط علينا اكثر من القياس وكل شيء. وما خصكش تخرجي، وما خصكش ديري، وما خصكش تفعلي. وفي نفس الوقت كيعاملنا زوين، كيعاملنا كاملين زوين، ولكن فارض علينا داك الاراده ديالو والاراء ديالو. وشنو خصك ديري وشنو اللي ما خصكش ديري. الشخصيه ديالك انت ملغيه وما كايناش وما عندهاش وجود نهائيا. خصك تمشي على هو وداك الشيء اللي بغاه ديري، داك الشيء اللي كيقول لك تبعيه في الهضره ديالو. المهم هذا ما كان، ولكن ماشي زعما ان داك الضغط ديال انه غادي يضربنا. عمره ما ضربنا، ما كيتعداش علينا نهائيا، ولكن الطريقه هذه في نظري حتى هي راها ضغط. المهم ما علينا. جا داك السيد جا وقال لي غادي تزوجي. انا فاش سمعت السيد قال لي الشرع عطانا 4 ما بغيتش. قال لي عنده الحق، قال لي عنده الحق باش يتزوج. باغي يزيد السيد بخيرو، باغي يزيد المرة الثانية. شغلو هذاك، شنو دخلك انت؟ قالت له امي الا بغى يزيد المرة الثانية يزيدها من جهة اخرى، ولكن البنت راها مازال صغيرة. مشي تزوجها لواحد كبر منها. قال لي لا ماشي مشكل، واخا يكون كبر منها عادي. وداك الشيء اللي كان زوجني با بهذا السيد هذا. وانتم عارفين الزواج ديالنا حلال انا ولا خوتي. ما كاين لا عرس لا هايلا لا لهم يحزنون. ما كاين غير كيجيب العدو للدار، كانت كاتبو صافي ويمشي بحالاته يدير صدقه. بالنسبه للدار ديالنا حنا ما كيدخل ليها حتى شي واحد. فاش كيدير با صدقه كيديها للجامع، وما عمر شي واحد دخل دارنا. تزوجت ومشيت لذاك الدار
عند داك السيد اللي سبحان الله المظاهر خداعة. المهم با كان كيبصم على هاد السيد هذا بالعشرة بأنه راجل مزيان ومتقي الله. وفاش عرفتو متقي، باش عرفتو متقي الله، صافي حيت كيجي كيصلي في الجامع، صافي زعما هذا راه متقي الله. المهم دخلت لداك الدار، دخلت لجهنم، دخلت للجحيم، لوين الكحل. شفتو في داك الدار هذاك. وشنو غادي نقول لكم، من كل ناحية السيد كان عنده امو اللي مازال في الحياة، هي اللي كتحكم في الدار، وهي اللي كتقول لك شنو اللي دير وشنو اللي ما ديرش، وشنو اللي يوقع وشنو اللي ما يوقعش. كتقول فوقاش اننا نفيقوا وفوقاش ننعسوا، والكلمه كلمتها والشوار شوارها. حنا ما عندنا علاقه كاع بداك الدار هذاك، حنا غير كننفذوا داكشي اللي كطلب مننا داك السيده اللي كطلب مننا العجوزه والسلام عليكم. ولكن راه حتى كتشاور معاه، راه داكشي بالاراده ديال بجوج بيهم. لقيت الضغط من عنده، من عند الضره، من عند ولاد الضره. لقيت الضغط عليا من كل جهه. مع العلم ان النهار الاول شنو قال لي غادي تعيشي هنا معززه مكرمه بحالك بحال كاع هاد العيالات اللي كتشوفي هنا، زعما على مو ومرتو وبناتو. قال لي بحالك بحالهم، وما كاينش فرق بينك وبينهم، وما كاينش اللي غادي يبرزطك ولا اللي غادي يديرونجك. وداك الشيء ولا دار لك شي واحد شي مشكل ولا قال لك شي حاجه ولا قلقاتك شي حاجه اجي لعندي. هذا الشيء النهار الاول. من بعد السيد تقلب، وليت كنلقى معاه مشكل بعدا هو الاول، عاد نشوف شي الاخر. المهم في داك الدار اللي المفروض نكون زعما انا هي المره الثانيه. ديما كنعرفوا هذه القضيه هذه، ان المره الثانيه ديما كتكون هي المفضله، وهي كتكون الكل في الكل عند الاغلبيه ديال الناس. انا العكس، انا دخلت لداك الدار هذاك بحال شي خدامه، شي جفاف اللي داز كيمسح فيا رجلي. ما كاينش اللي عاطيني وقت، وما كاينش اللي مسوق ليا ولا دايها فيا. واش بخير ولا ماشي بخير، واش واكله ولا ما واكلاش، واش شاربه ولا ما شارباش، واش مرتاحه ولا ما مرتاحاش. ما عجبنيش داك الديكور هذاك بمره. والسيد اللي كيقول عليه با انه متقي الله ما بان ليا والو فيه. شنو غادي نقول لكم، سيد مسلم كيصلي كينطق شهادتين كيصوم، ولكن الفعيل ديالو اللي كيقول لي با ان هذا السيد هذا زعما الله يعمرها دار وغادي يتهلا فيك وغادي يتقي فيك وجه الله. ما كاينش هذا الشيء هذا. صافي واحد المره خرجت من الدار، قهروني وعييت وخرجت مشيت لدارنا. مشيت بوحدي لاول مره غادي نخرج بوحدي. مشيت للدار لقيت با تما لاباس بخير. قال لي فينا هو راجلك؟ قلت له ما كاينش، جيت بوحدي. كيفاش؟ قال لي جيت بوحدك. قلت له جيت بوحدي. وهو يهز يدي حتى للسما ويعطيني بواحد التصرفيقه. قال لي في اخر ايامي غادي تشوهيني. واش باغيه تفضحيني؟ واش باغيه تشوهيني قدام الناس؟ السيد جعر عليا ملي جيت، وهربت من الظلم وهربت من الذل والحقره، بحال انني خالفت شي قانون ما كاينش. سكت وما قلت والو. شنو عندي ما نقول؟ شنو عند الميت ما يقول قدام غسالو؟ من بعد قال لي سيري دخلي عندها شوفيها مالها لامي. علاش جات عندي امي وقالت لي بنيتي مالكي، علاش جيتي للدار؟ قلت لها امي انا راني ما حيشاش مزيان، وما كنحش براسي بخير في داك الدار هذاك. معذبيني ومعدين عليا من جميع الجهات والجوانب. الضرب كله عليا، الشقا عليا، التنقير، ما كاينش الاحترام، ما كاينش التقدير، ما كاينش بزاف ديال الحوايج. قالت لي شنو ناويه ديري؟ قلت لها انا ناويه نفك راسي من هذا الشيء. اصلا انا ما جبنيش الحال، السيد كبر مني وعاد انني نزيد نكملها بالحقره والظلم والذل والاهانه. ما عندي ما ندير بهذا الزواج هذا كاع كامل. قالت لي واخا غادي نقولها لباك. امي فعلا مني انني عاودت ليها بقى فيها الحال، كيفاش ان بنتها كتعيش ظروف بحال هكا. ولكن فاش جات تعاود لبا قال ليها با شنو قلتي ليها؟ ملي عاودت له قال ليها باش جاوبتيها نتيا؟ شنو اللي قلتي ليها؟ قالت له شنو بغيتيني نقول ليها؟ المهم قلت ليها راني غادي نعاود لباك. قال ليها لا، راه الدور ديال المراه هذه خاصها تنصح بنتها وترشدها وتوريها الصح من الغلط. قالت له امي هي كيفاش؟ قال ليها هي تقول ليها انها خاصك ترجعي لدارك وتعتذري من راجلك وتطلبي منه السماحه حيت خرجتي من الدار بلا خبارو وبلا شوهرو. هذه وحده اخرى. المهم دخل لعندي با وقال لي لبسي حوايجك. يلا فين؟ قال لي لدارك. با راه ما جا حتى شي واحد يسول فيا. قال لي لاش غادي يسولوا فيك وانتي خارجه من دارك ويجيو يسولوا فيك؟ علاش غادي يسولوا فيك؟ قال لي راه لقيتي السيد كيحشم مني، كون ما كانش كيحشم مني كون راه صافط لك براتك دابا توصلك اليوم قبل غدا. زعما بحال انا خالعني. قال لي يلا لبسي حوايجك. لبست حوايجي ووصلني للدار عند السيد راجلي. المهم دخلت.
ما هضر معايا حد، حيت اننا رفقيه كلشي كيحترمو، ما كانش اللي يهضر معايا. تا دخلنا نعسو ويدخل راجلي. المهم جبد واحد الصمته ديال السروال وقع عليا، هادي تنفع هادي تضر، هاك بالك هاك بالك هاك بالك. تا طيبني بداك الصمته. نفس الافكار ديال با، وياك قال لي اللي يقول لك راسك شي نهار تعاودي تخرجي من هاد الدار هادي. هاد المره هادي قال لي قبلتك على وجه باك، حيت كنحشم منه وانا دايرو فوق راسي. ولكن المره الجايه وتخرجي من هاد الدار هادي والله لا باقي دخلتي ليها. زعما السيد كيهددني، ما عرفش بلي انا ماذا بيا ما نعاودش ندخل لداك الدار هذيك. المهم عطاني قتله ديال العصا، خرج جر داك الباب سدو ومشى في حالاتو، مشى للبيت الاخر. بقيت كنبكي ديك الليله، من هاد كنقول شنو هاد الحياه اللي كنعيش. خواتاتي حتى هما المهم غادي كرفسهم با، ولكن على الاقل هما مزوجين برجال ديال روسهم، ما مزوجينش برجال مزوجين. المهم بخير بعدا مقارنه معايا انا. صافي بقيت في داك الدار هذيك ساكته وصابره، وعاد ما زادوا طغاو عليا كتر وكتر. علاش؟ على حقاش با ما دار لياش قيمه. بحال با قال ليهم هاد المجيه هادي اللي جابني، وما هضرش وما قال حتى شي حاجه، ما دافعش عليا با. قال لي انا حشمت قدام السيد جاي يصلي في الجامع وحشمت منه، زعما انا راني درت شي عيب. قال لي غادي يقول واش هذه هي التربيه ديال الفقيه، انك تخرجي من الدار بلا خبر راجلك بالنسبه للعيالات اللي في داك الدار هذيك. المهم زادوا طغاو عليا كتر وكتر من الاول. علاش؟ على حقاش ما عندي فين غادي نمشي. كما كان الحال خصني نتقبل الوضع كيف ما هو، وفعلا داكشي اللي كاين. تقبلت الوضع ديالي وسكت وخليت داكشي في يد الله، وكنطلب من الله الفرج. المهم الايام كلها ولات عندي بحال النهار بحال الليل. ما عنديش مميز هذا النهار على اللي موراه. كل شيء بحال نفس الضغط، نفس الذل، نفس الاهانه ونفس الحقره، راه نفس الظلم. المهم حتى حاجه ما مبدله. وانا كنطلب من الله باش ما يرزقنيش بوليدات مع هذا السيد هذا الراجل هذا اللي هو راجلي. عنده واحد بنت خوه مزوجه بواحد السيد كيجيو عندنا مره كيجيو للدار. المهم في الاول كانت الامور عادي، شويه كنلاحظ ان داك السيد كيشوف فيا بواحد الطريقه غريبه، راجل بنت خو راجلي. المهم كنشوف ان السيد بحال الا ان لفت الانتباه ديالو من كثرة ما هو كيشوف فيا، وكثر ما كثروا الرجال الدار ديالنا. حتى انا لفت الانتباه ديالي بلا ما نفكر ولا نقول حشومه ولا عيب ولا حرام ولا ما يصلحش. المهم بقات الامور هكاك حتى النهار اللي هضر معايا على اساس انني عجبته. درت فيه وقلت له الخير اللي غادي نديرو فيك انني ما غاديش نقولها لموالين الدار. انت يا مزوج ومزوج بالسيده اللي هي بنت لوسي وباغي تفلى علينا. قال لي لا، بقى كيحلف ليا وكيعاود لا انا باغيك، انت ما عارفش شنو اللي وقع ليا كذا وكذا. المهم حتى انا الصراحه بغيته، ماشي غير هو اللي بغاني. ديك الوقيته هذيك صافي نهار مورا نهار ولا هادشي كيكبر بيناتنا. هو ما عياش واخا درت فيه، ولكن ما عياش وما فقدش الامل. تا النهار اللي جا قال لي انا باغي معاك الحلال، طلقي من داك الراجل. شنو كديري معاه؟ راجل اللي قد باك، شنو اللي بغيتي فيه؟ قلت له انا ما بغيتوش، راه غير با اللي زوجني ليه وهو اللي بزز عليا. قلت له قال لي طلقي منه، طلقي وانا نطلق ونتزوجوا. قلت له راه واخا نطلق لا انا ولا انت ما غاديش نقدروا نتزوجوا، با بعدا ما غاديش يبغي يزوجني لك. قال لي بزاف منهم غادي يزوجونا. المهم بقى عليا طلقي ما طلقي طلقي ما طلقي. صافي نت انا واحد الليله قلت له انا راني ما حاملك ما قابلك. هادشي قلتها للراجل من النهار الاول. قلت له انا ما بغيتكش، قلت له تزوجت بك عمري ولا دخلتك لخاطري ولا لقلبي. انا ما بغيتكش، غير با اللي بزز عليا ناض عطاني قتله ديال العصا كيضرب فيا وانا كنقول له ما بغيتكش. واش نبغيك صحه؟ بغيتك بالخاطر، بقى غير بالعصا. ما بغيتكش وما تستاهلش انني نبغي شي واحد اصلا بحالك. اصلا انت واحد الوحش بحالك ماشي ديال الحب نهائيا. قال لي واخا. سد عليا داك الباب من داك البيت. داك النهار هذاك هو فين ما انا كندير شي حاجه كيعطيني قتله ديال العصا ويسد عليا بالساروت في البيت. المهم لا غد لي دخل عندي قال لي جمعي حوايجك مع النبوري. بديت كنجمع في حوايجي، فرحت. داني حتى حطني حدا الدار ديالنا. ضاقت الله تمي، قالت شكون؟ من الداخل، حيت حنا ممنوع علينا اننا نحلوا الباب. قالت شكون من الداخل؟ قال لي هذا انا امي. قلت لها انا امي وتحل الباب. المهم حلاتو غير بشويه. قال لي امانتكم رديتها لكم
وسمحوا لي الله يرحم لك الوالدين. هذا راجلي ومشى في حالاته. دخلت قالت لي امي شنو اللي درتي؟ قلت لها ما درت والو، قلت داكشي اللي في قلبي والسلام عليكم. السيد ما بغيتوش، واش نبغي صحه؟ واش كاين شي حب بزز؟ ما بغيتوش، قلبي ما بغاش، نفرو ما تقبلوش ليا، وزيد ماشي ديال الحب نهائيا، وما يصلحش انه يتبغى كاع، وما فيه حتى شي حاجه اللي تخليك تبغيه نهائيا. هذا ما كان. المهم مي خافت من با، عارفه شنو كيتسناها، لحقاش با فاش يخاصم عليا انا كيجمع حتى امي معانا، فاش كيخاصم علينا كيقول ليها راه انت اللي ما ربيتيهمش مزيان. صافي داكشي اللي كاين. جلست دخلت بدلت حوايجي، جلست ملي جا با للدار. با ديك الوقيته هذيك مشى للفجر، هو راه جابني قبل الفجر. هاد السيد هذا الوقيته اللي كان با مازال في الجامع جابني، دخل حطني في دارنا. المهم ملي با صلى الفجر وجا للدار لقاني شنو اللي جابك؟ قال لي في هاد الوقيته هادي. قلت له فلان اللي جابني. علاش؟ قلت له صافي انا وياه غادي نساليو. قال لي علاش شنو اللي كاين؟ قلت له صافي هو اللي قال لي غادي نطلق، صافي هو اللي جمع لي حوايجي وقال لي زيدي. البارح بالليل ضربني وسد عليا في البيت، وعاودت له داك الشيء كامل. قال لي راه صلى في الجامع وما قال لي والو. قلت له ما عرفتش. المهم هادشي اللي كاين. قالت لي امي ها شنو اللي قال لي وها شنو اللي قال لي. قال لي امانتكم هنا رداتها لكم. المهم با ما فهم حتى شي حاجه، بقى ما عارف والو، كيدور في الدار واش الغلط مني ولا الغلط منه. بقى ساكت حتى مشى يصلي الظهر في الجامع وتلاقى مع راجلي. سولو قال له شنو اللي كاين؟ الاخر حتى هو ما كذبش عليه. قال له راه شنو اللي قالت ليا وها شنو اللي قالت ليا. قالت لي بلي انا تزوجت بها غير بزاز منها، وبلي هي ما بغاتنيش وعمرها ما بغاتني وما حملاني ما قابلاني وكذا وكذا. كاع الهضره اللي قلت لي قالها لبا. جاب با للدار مكشكش، وفوق هادشي كامل شنو قال با للسيد؟ قال له هادشي عرفتو من بعد. قال له راك عارف البنت مازال صغيره، صافي غير مسحها فيا انا هاد المره هادي. الراجل قال له اودي راجلي، قال له قال لي ما نقدرش ندخلها لداري انا وحده، ما حاملانيش، تقدر انها تقتلني شي ليله ملي كرهاني لهاد الدرجه هادي، تقدر تقتلني ولا دير فيا شي مصيبه. صافي جاب با مكشكش، ما حيلتو لداكشي اللي درت زعما، ما حيلتو للسيد اللي رافض ليه الطلب ديالو، بغا يتفرقع. با ما حملش راسو، ايوا غادي يدخل بدا كيعيط ليا. فينك؟ قلت له ها انا. قال لي شنو اللي قلتي للسيد؟ علاش حتى جابك لهنايا وخلاك ومشى؟ قلت له ما عرفش. قال لي واش انا علمتك شي مره الكذوب؟ واش قال لي شي نهار ربيتك على الكذوب؟ قلت له لا. قال لي علاش كتكذبي؟ قولي لي شنو اللي كاين. قلت له با انا داك السيد راني ما باغاش، السيد ما كيعاملنيش مزيان، السيد راه بحال شي وحش، راه ما كيدوش شي نهار الا ما ضربنيش ولا ما نهزرنيش ولا ما سمعنيش شي هضره، لا هو ولا مرتو ولا ولادو ولا حتى امو، حتى واحد فيهم ما كيحترمني. راهم كرهوني في ديك الدار وكرهوني في الزواج واللي يجي منه. قال لي داكشي علاش قلتي لي؟ قلتي لي داك الهضره؟ قلت له قلتها له ما كذبتش عليه. داك هي كنت قلتي ما مزيانش انا ما ربيتيناش على الكذوب. ايوا حتى انا ما كذبتش، حتى انا قلت ليه الحقيقه. واش نبقى كنكذب عليه ونبقى كنافقو ونقول له شي حاجه اللي ما كايناش؟ با صافي حفيت لهم ليه، صافي ما بقاش كيقشع، رمتو بسلاحو. يا كنت قلتي لي فوقاش ربيتيني على الكذوب. حتى انا ما بغيتش نكذب وقلت للسيد الحقيقه. قال لي ذنوبك على رقبتك، باغيه تطلقي؟ قلت له قال لي دبري راسك. المهم السيد فعلا طلقني وجلس في دارنا تاني. كي غادي ندير نخرج من هاد الدار هذا نعرف شنو اللي كاين، واش السيد الاخر واش طلق مرتو ولا ما طلقهاش، وشنو اللي داير، واش كيقلب عليا ولا ما كيقلبش عليا. وليت كنتسلز وكنطلم واحد السرجه، واحد السريج ما عندنا صغيره كاين في بيت النعاس ديال والديا. كندخل لاتم كنحل داك السرجم ونبدا كنطل منه. ايوا شنو غادي نقول لكم، بقيت على ديك الحاله لمده ديال شهر وزياده. واحد المره ويبان ليا غير شافني بدا كيشير لي، قال لي اجي. اويلي على اجي، كي غادي ندير انا كي غادي ندير ليه هكا بالاشاره ما نقدرش، حيت هو كان بعيد شويه وما نقدرش نمشي لعنده. كيقول لي غير اجي، كيدير ليا بالاشاره بيديه، كيقول لي انا راني صافي طلقت. المهم غفلت امي وخرجت. المهم تسلت وخرجت باش انا ما يعرفني حتى شي واحد. تنقبت ولكن غامرت من هذا اللي شافني غادي يعرفني يقدر يقولها لبا. مشيت قلت له شنو اللي بغيتي؟
قال لي صافي انا راني طلقت حتى انا. قلت له مزيان. دوزت العده وداك الساعه اجي لدارنا. قال لي واش من نيتك؟ قلت له كيفاش من نيتي؟ قال لي واش دابا انت كتخيلي باك انا غادي يزوجك ليا وانا عارفني شكون انا، ما يمكنش وما غاديش يبغي باك انه هو الطريق ديالك فلان ما كيتفارقوش، عاد غادي يمشي انه يقبل انني نتزوج بك. ايوا صافي. وعلاش طلقتي؟ وعلاش خليتيني نطلق؟ قال لي باش نهربوا من هنا. نهربوا؟ قال لي قلت له حنا هربنا، شنو غادي يوقع؟ قال لي غادي نهربوا وغادي نمشيو نتكاتبوا ونتزوجوا ونبينا عليه السلام. قلت له هكا بهاد السهوله هذه كامله؟ قال لي راها سهله، غير كتصعبيها وصافي. ما نكذبش عليكم، المهم لا تلف ليا القبله. قلت له المهم انا غادي نمشي، ما نقدرش نخرج مره واحده اخرى، اليوم راني غير غامرت وصافي. نقدر ندخل دابا نلقى امي كتسنى فيا ولا شي حاجه، راه مشيت فيها. قال لي هاد المره الجايه الا جاب الله وخرجتي من الدار ما غاديش تعاودي ترجعي، غادي تمشي معايا. ايوا شنو غادي نقول لكم؟ جيت للدار قال لي شوفي كيفاش ديري بعدا قبل ما نجي. قال لي شوفي كيفاش ديري باش تجيبي لاكارت ديالك وجيبي الورقه ديالك ديال الطلاق باش اننا نهربوا ونتزوجوا، حيت هو ما قال لي هادو ما غاديش يوافقوا على زواجنا. ايوا شنو غادي نقول لكم؟ جايه للدار فرحانه، واخا الصعوبات عارفاهم والعراقيل، والقضيه انها قد ما كتبان انها صعيبه، ولكن واخا هكا كنت فرحانه، الاول مره غادي يبغيني شي حد. المهم قلت له واخا غادي نشوف كيفاش ندير. المهم رجعت فين ما كنطل في داك السرجم واحد الوقيته في النهار، كنطل كنلقاه واقف مقابل مع داك السريجمه، غير كنطل كيفرح. المهم صافي اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، كيقول لي خرجي وانا ما كنقدرش نخرج، ما يمكنش. داك المره غير معجزه حتى ما شافتنيش امي. المهم بقات الامور هكاك حتى كملت تقريبا شي شهرين ونص. واحد المره جاي لا تما كيقول لي هبطي، كيقول لي هبطي وهبطي معاك حوايجك خرجي. ما قاليش الحوايج، قال لي غير وريقاتي والسلام. ايوا شنو هاد الشيء؟ زعما غادي نديرها؟ ما نقدرش. امي شنو غادي نقول؟ با ويلي با غادي نشوهو. بنت الفقيه هربات خايبه حتى المعاوده، ولكن العقل ما كاينش. قلت غادي نديرها، علاش لا؟ علاش با النهار اللي مشى زوجني لداك صاحبو راه عليا؟ هادشي اللي كنقول في دماغي، كنقول امي غادي نعاود نرجع عندها. المهم كنت كندير للسيد لا، كيقول لي اجي دا خرجي. من بعد مشيت هزيت مهم وريقاتي ولا كارت ديالي وجيت هابطه. هبطت سلت وخرجت، غير المهم لقيتو تما مشينا غاديين كنجريو حتى وصلنا لحدا الترونسبور. شدينا الترونسبور بعدنا. قال لي انا راني كريت بيت، قال لي انا راني كريت واحد الدار هنايا غادي نسكنوا فيها، ما غادي يعرف حتى شي واحد. قال لي ما غادي غبر ما والو باش حتى شي واحد ما يشك، ولكن انت غادي تغبري الدار يعني غادي تخباي، ما غادي يلقاك حتى شي واحد. قال لي تكملي العده ديالك وديك الساعه نتزوجوا انا وياك. ها نتوما سمعوا الكلاخ، هاربه من الدار وانا مازال في الفتره ديال العده ديالي، وخارجه من الدار بلا حشمه بلا حياه، وهاربه مع راجل واحد اخر. وشكون هذا الراجل؟ المهم بحال اللي نقرضوا الرجال من الدنيا. صافي مع ذلك ما فكرتش بداك الجديه. شنو هادشي اللي كندير؟ لا لا، هو قال لي ما بقى والو، دغيا دغيا وغادي تكملي العده. وشوفي كيفاش ديك الشهرين ونص دغيا دازت، حتى هادي لهاد الشهر ونص، هاد المده اللي بقات دغيا غادي تدوز. ايوا صافي هذا ما كان. مشيت لداك الدار وهو كيبان المهم عند الناس اللي كيعرفوه في الليل كيجي للدار. المهم زيد 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 حتى دازت ديك المده ديال العده ديالي. قال لي صافي غادي نمشيو غادي نتكاتبوا. فعلا مشينا دفعنا الطلب باش اننا نديرو عقد الزواج. تزوجنا انا وياه. الوقيته اللي تزوجنا جيت لداري، قلت له دابا نقدر نمشي عند دارنا نقولها ليهم؟ قال لي لا، راه ما غاديش يبغيو وغادي تجبدي على راسك النحل وكذا وكذا. قلت له واخا، المهم على الاقل امي تكون مرتاحه. قال لي صافي. المهم جا معايا حتى قربت، وقف صافي دقيت في الباب. ملي دقيت لقيت با هو اللي حل ليا الباب، غير شافني كحل بالعمى بقى كيقول لي انا سخط عليك دنيا واخره، الله يجعل الايام كلها تكون كحله وما تشوفيش النهار الابيض في حياتك. ايوا شنو غادي نقول لكم؟ كنقول له با غير اسمعني نقول لك ما عندك. قال لي ما تقولي لي. المهم لا الوقت، قال لي ندمت على الوقت اللي سمعتك فيه. المهم با غير صبر واسمعني مزيان، ما صبرني مزيان، ما خليها فيا غير اللي انت. امي كذلك ومثال،
كان عندها نفس الرأي. قالت لي البنت اللي تخرج من دارهم وتهرب للزنقة وتدوز هاد الوقت كامل وترجع، ما بقاش عندها بلاصة بيناتنا. المهم ما خلى با حتى شي دعوة ديال الشر وما دعاها فيا، بقى فيا الحال. المهم يلا عرفت الحجم ديال المصيبة اللي درت. المهم با دعا فيا تشبع وكيطلب الله كيف ما شوهت ونتشوه حتى انا. المهم جرى عليا من الدار، قال لي ما تعاوديش ترجعي لهاد الدار هادي وما تعاوديش تدقي على هاد الباب هذا، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك. خرجت لقيت راجلي كيتسناني في واحد البلاصه، مشيت لعندو وكنبكي. مالكي مات مالكي؟ قلت له شنو اللي قالوا ليا وشنو اللي قالوا ليا؟ قال لي راه عادي. على مالكي زعما انت كنت متوقعه انهم ما غاديش يديروا هادشي هذا وفي الاخر غادي تمشي؟ قال لي غادي يستقبلوك وانت هربتي، قال لي غادي يتلاقاوك بالاحضان. راه ما يمكنش، راه خصم الوقت. قلت له لا، كان واضح معايا. قال لي ما تعاوديش تدقي هاد الباب هذا. انا با كنعرفو مزيان وامي حتى هي كنعرفها. شوهتهم وفضحتهم ودرت اللي ما خصوش يدار نهائيا. كان عليا نطلق من السيد اللي معذبني وحاقرني. وديك الساعه هذيك الا جيتي انت، الا قبلوا بك مرحبا، ما قبلوش بك صافي نتسنى حتى يجي تاني المكتب. قال لي واش ندمتي حيت تزوجتي بيا؟ قلت له ندمت على الطريقه باش تزوجت بك، ماشي حيت تزوجت بك انت. ايوا صافي السيد مقلق، ولا كيجاوبني غير بالجميل وما بقاش حامل راسو. كيسحب ليه واش انا كنحملو المسؤوليه. انا في ديك الوقيته هذيك كنت في واحد الوقت اللي صعيب، كنت في ظروف اللي صعيبه، المفروض انه يحس بيا، ولكن هو لا. هو بالعكس قال لك لا علاش انا تقول لي هاد الهضره؟ انا ما كانش عليا ندير هاد الشيء هذا وما كانش عليا نتزوج. المهم ولات حياتي خايبه بزاف وما فيها حتى شي حاجه كتفرح، مع العلم ان كل شيء خصني نفرح به. يعني عطاني الله واحد الراجل ماشي بحال الاول، راجل كيحن فيا، راجل كيبغيني، راجل مهلي فيا. شنو بغيتي؟ ما بغيتش ماشي بحال هاد الواحد اللي ما مسوقش ليا كاع. المهم بقيت هكاك ديما منكدة على السيد، نكدت عليه حياته. بعدا بعدنا من ديك البلاصه هذيك فين ساكنين والديا، نكدت عليه حياته. العيد ما هو عيد، مناسبه ما هي مناسبه. المهم مرض السيد في حياته. المهم ناض ولا شنو كيجيب، ولا كيجيب الكارو كيكني. حياتي تقلبات سفاها على علاها. ندمت واحد الندم ما نعاودش ليكم. كلشي كان غلط من عندي، انا كنهضر على راسي. كلشي كان غلط مني، ما كانش عليا في الوقت اللي انا مزوجه انني نهضر مع هاد السيد هذا، وما كانش عليا نهرب من دارنا، وما كانش عليا نعاود نتزوج بهاد الطريقه هذه. بزاف ديال الامور ما كانتش هي هذيك. المهم وليت غير جالسه وكان لون في راسي. ما عمرني فرحت من نهار اللي هربت من دارنا، عمرني ما شفت الفرحة، وعمرني ما شفت النهار زوين، وما عمرني ما حسيت بفرحة كاملة. ديك الوقيت الأولى زعما كنت أنني فرحانة، كنت كنقول راني غادي نعيش واحد الحياة، كنفكر كيفاش ملي غادي نتكاتب أنا والسيد غادي نمشي لدارنا وغادي يفرحوا بيا. ولكن عقلي كان صغير. واش كاينين شي والدين اللي غادي يفرحوا ببنت بحالي اللي هربت من الدار؟ نكدتها على راسي وعلى راجلي. راجلي في الاول تبلا بالكارو، من بعد زاد الشراب حتى هو. ترونات القضيه ديال بصح ربما دعوات الشر اللي تبعاتني ها هما كنحسد فيهم. راجلي كان عادي، واحد الانسان اللي كيصلي ودخل سوق راسو، من الخدمه للدار تولينا في الكارو شويه ولينا في الشراب. شنو هاد الحاله؟ كيفاش حتى وصلت لهاد الشيء هذا؟ المهم صافي ولا صداع بيناتنا بزاف، ولاو مشاكل، ولا كيضربني. المهم رجعت لديك الحاله اللي كنت فيها في الاول. داكشي اللي هربت منه انا طحت فيه تاني. غير هو الفرق ان هاد الحاله اللي كنعيشها دابا انا اللي اختاريتها بيدي، على العكس الحاله الاولى تفرضات عليا. المهم بقات الامور هكاك وبقيت صابره حتى النهار اللي عرفت راسي حامله. الوقيته اللي عرفت راسي حامله ما فرحتش، ما نكذبش عليكم، ما حسيتش بالفرحه، بالعكس حسيت بواحد الخلعه. عفوا وسمحوا لي، بحال الصدمه جاتني. المهم ما فرحتش نهائيا. المهم فاش جا راجلي قلتها له، قلت له راني حامله، هو فرح. تما فرحت حتى انا فاش شفت الفرحه ديال راجلي في عيني، بحال حتى انا فرحت. قلت ربي نعم علينا بواحد المولود اللي جديد. المهم الحمد لله والشكر لله. ديك الليله هذيك فاش عرفت راسي حامله، جا عندي راجلي وقال لي فلانه. قلت له نعم. قال لي قال لي حتى لين غادي نبقاو بحال هكا؟ قلت له انت اللي بغيتي. قال لي لا، انت اللي وصلتينا لهاد الحاله هذه.
قال لي واش دابا باك غادي يكون راضي علينا في هذه الحاله؟ ديك الساعه قال لي كان خاصو غير الوقت، كون انه كان شافنا كيفاش كنا عايشين ديك الساعه كون سامحنا. ولكن دابا الحاله اللي حنا عايشين فيها، ولو انه يبغي باك غادي يسامحنا ما يقدرش، على حقاش الحاله ديالنا ما بقاتش كتفرح. قال لي حنا بغينا نبدلو صفحه جديده. دابا ربي ها هو نعم علينا بهاد التربيه ودخل علينا الفرحه والبهجه للدار. علاش قال لي ما نديروش عقولنا؟ مون انه راه غادي تزاد هاد الوليد ولا بنيته والديك غادي يتقبلوا ملي غادي انه نديو هاد الوليد ولا هاد البنيته، ما يمكنش انهم يردونا. هادشي اللي بان لك؟ قال لي قال لي انا كنواعدك غادي نقطع الكارو من اليوم والشراب من اليوم وما نعاودش نطوف بساحتهم. قلت له واخا. انا في الاول ما تيقش، قلت انه ما حارش واش يقدر يديرها، ولكن فعلا دارها. السيد عنده اصرار خطير وعزيمه اللي كبيره بزاف. فعلا ما بقى كيكمي ما بقى كيشرب، وانه من داك الراجل اللي كنعرف شحال هادي ولا مكارمي مهدن. صافي حتى انا شديت معاه الطريق واحد شويه صافي. قلت خلي عندي مهم داك الامل. كنقول انني فاش غادي تزاد هاد التربيه هادي، فاش غادي نديه لدارنا، ما يمكنش غادي يردوني مع التربيه. صافي داكشي علاش بقيت انني كنتسنى. تكالميت واحد شويه على راجلي وعلى حياتي اللي كنت منكداها. صافي المهم دازت ليا، دازت الوقيته ديال الحماله ديالي كلها زوينه، وراجلي ما كيخسرش ليا. كيقول لي ما تقيتي حتى شي حاجه، خلي حتى نجيو نجمع كل شيء. ولكن انا من طبيعه الحال كندير الواجب ديالي، حيت كنحس براسي مزيان، ماشي عيانه ولا شي حاجه. المهم فششني كاع اللي تشهيتها جابها ليا، واللي ما تشهيتها جابها ليا. حسيت بالفرحه، حسيت بالسعاده. كنتسنى البنيته ولا وليد ديالي فوقاش غادي يتزادوا. ملي كملت 9 شهور مشيت للسبيطار، داني راجلي باش غادي نولد. ولدت بنيته، المهم بصحه جيده وبخير. كنت خايفه الصراحه بيني وبينكم، كنت خايفه من الدعوه ديال الوالدين، من السخط ديال الوالدين، من دعوه الشر اللي دعاها فيا با. ولكن الحمد لله زادت البنيته بصحيحه زوينه، يعني ما عندها حتى شي مشكل نهائيا. كان كل شيء هو هذاك. صافي جيت للدار. شنو غادي نقول لكم؟ ملي وصلت للدار ما حسيتش بالاجواء ديال انني ولات ما كاين لا والدي لا خوت لا حتى شي حد. بحال انني بديت، راكم عارفين المراه كتكون في واحد الحاله نفسيه من بعد الولاده ما يعلم بها غير الله. الهرمونات كيكونوا مخربقين، الحاله كتكون ما هياش بلا حتى شي حاجه. عساك الا زدتي شي حاجه واحده اخرى كتولي الهلا يوريك. المهم انا الهرمونات لعبوا الحاله النفسيه ديالي، كانت تحت الصفر. والديا ما حاضرينش معايا، زادوا عقدوا القضيه اكثر. مشى عندهم راجلي قالها ليهم من بعد، قال لي فاش خليتك في السبيطار جيت لعندهم وردوني. قال لي مشيت لعند خوتك حتى هما ردوني. قال لي كلهم تيقولوا لي باللي حنا ما عندناش بنت بهاد السميه هادي. المهم راجلي ما قالها لياش ديك الوقيته هذيك في الاول، بدا كيقلب في الهضره حتى شافني. شنو غادي نقول لكم؟ مازال ما كمل حتى 20 يوم بغيت نهز بنتي ونمشي عند والديا. ملي شافني مصره قال لي جلسي للارض غادي يجريو عليك. قلت لك انت ملي غادي ان تزاد البنت ولا الولد غادي نديوهم وغادي يفرحوا بينا. قال لي ماشي دابا، مازال صبري واحد شويه. قلت له لا، راني جلست حتى انني كبرت شي شويه. كبرت شي شويه غادي يتقلقوا. ما قلت والو كذا، ما قلت لي والو كذا وكذا. وهو يقول لي جلسي. انا راني قلتها ليهم وما بغاوش. كيفاش؟ قال لي مشيت لعندهم فاش قال لي مشيت عندهم فاش كنتي في السبيطار، وباك جرى عليا وقال لي سير بحالاتك. وخوتك حتى هما نفس الهضره، حتى واحد فيهم ما باغي يشوفك. علاش؟ قال لي الله اعلم. ما فهمتش. قال لي شنو درت له لهاد الدرجه؟ انا درت الصراحه ماشي ما درتش، ولكن كنت صغيره. المهم ما علينا. حطمني عاوتاني تحطمت، واخا هكاك ما بغيتش نستسلم. قلت ما يمكنش، غير ما شافونيش وما شافوش البنت. هو مشى عندهم، يعني كون شافوا البنت وشافوني راه شي حاجه غادي تبدل وغادي تحرك فيهم، حتى هما بشر. حتى هما هادشي اللي قال لي راسي. المهم مشيت عندهم لا غد ليه، ما خلانيش مازال نمشي ديك الوقيته هذيك. حتى لا غد ليه مشيت. ملي دقيت، المهم مشيت بالعاني في الوقيته اللي غادي يكون با تما. دقيت طلع ليا با، قال لي سيري بحالاتك. با جبت لكم غير بنتكم تشوفوها. قال لي احنا ما عندنا بنت، سيري بحالاتك. تا بنتي ما بغى لا يهزها ولا يقيسها بيدي. المهم بهدلوني عاوتاني وجراو عليا. قالوا لي حنا هضرنا هضره وحده، راه انت عمرك ما غادي تدخلي لداري مره واحده اخرى،
وما عمرني ما غادي نسامحك، والنهار الموت قال ما غادي تحضري في جنازتي. نفس الهضره كيعاود. جيت تاني انني مشحونه 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 لواحد الدرجه ما تخيلوهاش. المهم هنا بدات علاقتي عاوتاني براجلي غاديه للأسوأ. ما بقاش المهم داك التفاهم، وما بقاش ان داك الفرحه حتى من بنتي ما بقيتش كنعطيها داك الوقت اللي كنت كنعطيها في الاول، وداك الفرحه اللي كنت فرحانه بيها، وداك الشيء كامل ما بقاش. داك الشيء كامل طفى. المهم صافي تما تخربقات تاني العلاقه ديالي مع راجلي، رجعت تاني للشراب والكارو. المهم واحد الحاله اللي يوريكم. ايوا صافي بقينا هكاك. دازت الايام انا ما نكذبش عليكم، ما بقيت كنتسوق الراجلي يكمي ولا يشرب ويدير اللي عجبو. ما بقيت كنعرف شنو كيدير ولا شنو اللي ما كيديرش. المهم صافي خليته بحال ما بقات حتى شي حاجه في الحياه كتهمني. عايشه وصافي كناكل وكنشرب وكنكبر بنتي والسلام عليكم. هذا ما كان. المهم دازت ليا ملي بنتي انها دارت عامين، شرا راجلي واحد الطوموبيل. جا قال لي راني درت واحد الحاجه، هو ولا باغي غير يفرحني باللي كان، بغى غير يخرجني من ديك الحاله اللي انا فيها باي طريقه كانت. المهم كيدير اللي في جهده، هو ما عاجباش الحياه اللي حنا فيها عايشين اللي عايشينها. كيدير ليا اللي في جهده باش انه يخرجنا من داك العذاب اللي حنا عايشين فيه. هو براسو ما باغيش ديك الحياه ديال الشراب والكارو، ولكن كيقول لي الا كنت في الوعي ديالي ما غاديش نتقبل هاد الحاله هذه اللي حنا عايشينها. من الاحسن نكون غير مغيب ودايخ. صافي حسن ليا من هكا، حيت قال لي ملي كنكون في الوعي ديالي انني غادي نفرتك هاد المجمع هذا، وكل واحد غادي يمشي في حالاته، وانا عارف بلي ما عندكش فين غادي تمشي، وما نقدرش نسمح فيك. انا اللي خرجت على حياتك، خاصني نتحمل المسؤوليه. ولا المهم كيتلف وكينسى بداك الكارو وداك الشراب. المهم اللي قلت لكم شرا الطوموبيل، قال لي درت لك واحد المفاجاه. شنو هي؟ ما شنو هي؟ كيفاش ما كيفاش فعلا انا فاش شفت الطوموبيل عجبني الحال، ولكن ماشي داك الفرحه اللي كتعرفوا. الحمد لله ولا كيخرجنا كيسارينا بها، باغي انه يبدل الطريقه ديال العيش ديالنا، ولكن للاسف بحال اللي كيخوي الماء في الرمله. انا ما قدرتش. المهم السخط ديال الوالدين صعيب وما يخليكش تعيش مرتاح نهائيا. بقيت هكاك حتى بنتي كيف ما قلت لكم تقريبا وصلت ل3 سنين. واحد المره ضربنا انا وراجلي واحد المضاربه اللي خايبه، دفعني لاحني وخرج جا بعدا. هو كان برا، كان جاب معاه التقضيه، لقاني انا على سبه. بقينا كنتناقشوا انا وياه كنتغاوتوا. كان الباب مازال محلول، حيت هو كان مازال غادي يرجع لخدمته. جا غير يخلي ليا التقضيه وغادي يمشي. بقينا انا وياه كنتناقشوا كنتغاوتوا. دفعني طيحني جا خرج وطلع في الطوموبيل، رجع مارشا ريان. تما المهم دات واحد المراه وشي جوج رجال حدا الحانوت كيغوتوا كيقولوا له حبس. هو ما فاهم حتى شي حاجه، حتى كنسمع الغوات في الزنقه. قلت شنو كاين النهار؟ نط كنجري طليت، لقيت البنت ملي شافت داك الصداع وداك الروينه في الدار خرجات. مهم تخزنات تحت الطوموبيل. ملي هو طلع في الطوموبيل رجع مشى ريان بجغ البنت، كانت ناعسه حدا الرويضه. المهم هو مع داك الاعصاب وداك الشيء ما شافش البنت. عرفتي راه غير خرجت شفت داك المشهد هذاك وداك المنظر، لقيته هو جالس في الارض، جبد في الارض، والبنت الدمايات غاديين. صافي راه طحن البنت. ما نكذبش عليكم، واحد الغوته اللي غوت ما بقيتش عقلت صافي على راسي. ملي فقت لقيت راسي في السبيطار كنقول شنو اللي وقع في الاول. ما فهمتش شنو كندير هنايا. اكتشفت هكا واحد شويه وانا نرجع للوعي ديالي. عرفت شنو اللي وقع. قلت اكيد هذه شي حلمه اللي حلمتها، ما يمكنش هذا الشيء يكون واقع. المهم اللي بديت كنغوت وكنصرخ، جات واحد الفرمليه عندي كنقول ليها شنو اللي كاين شنو كنت كنحلم. جاوش لاش جابوني لهنا وهي كتهدن فيا. المهم دارت ليا واحد الابره في السيروم كتهدن فيا. ما بغيتش نسكت. دخلوا الفرمليات اخرين، دخل الطبيب، بغاو يكلموني، ولكن انا صافي هنا فهمت باللي داك الشيء بصح ما حلمتش به، ولكن بحال واحد الانسان اللي ما باغيش انه يتيق وما باغيش انه يدخل لدماغه داكشي اللي واقع. ايوا صافي دارت ليا مهم داك الابره في السيروم رجعت، ولكن ما نعش. ماشي غيبت، كنشوف ولكن الجهد ما كاينش باش انني نهضر، ولا كنشوف عباد الله هكا شي داخل وشي خارج، ولكن ما قادراش نهضر بحال اللي دايخه. المهم اللي ضرباتني الفيقه كنلقى فعلا الحقيقه المره هي هذيك. والاكثر من هذا الشيء هذيك انني كنحمل المسؤوليه اكثر لراسي ما كنحملها لراجلي،
حيت في هاد اللقطة هادي بالضبط، في أغلب اللقطات وأغلب النقاش اللي كيكونوا بيناتنا أنا وراجلي، كنكون أنا هي السبب فيهم. علاش أنا كنقول تغاودت معاه فاش دفعني وخرجت لبرا؟ البنت مسكينة تخلعات وخرجت كتجري، ما شفناهاش، كنا ملهيين بالغوات، خرجات مشات تخشات حتى الرويضة. وليت كنقلب أنني فعلا دخل وما داروا لي حتى شي حاجه. تشديت مع على ابسط الحوايج، على حقاش انا النفسيه ديالي كانت مهزوزه. المهم تشديت انا وياه على حاجه بسيطه، تشديت انا وياه على حاجه اللي بسيطه. المهم نيرفيتو وما بقاش كيشوف قدامه. فاش خرج شنو اللي وقع وكثر من هذا الشيء هذا، كنقول باللي انا هذا عقاب ثاني لينا. لا انا ولا هو. غدر مرتو وخلاها. انا ماشي غدرت راجلي، انا ما كنتسماش انني غدرته نهائيا. ما عرفش واش انا غلطه ولا لا، ولكن انا ما كنشوف باللي غدرت داك الراجل هذاك. لحقاش داك الراجل ما عمرنو ما اعتبرني مرالي، وعمرنو ما عاملني زوين، وعمري ما حسيت براسي مرا في داك الدار هذيك. بالعكس، كان الا كان شي واحد تظلم فينا فاكيد انا هي اللي تظلمت. ما هو ما تظلم ما حتى شي حاجه. انا هي اللي غدرت والديا. ما كانش عليا نهرب من الدار بديك الطريقه هذيك. بخصوص با فقيه ماشي حتى شي انسان عادي، وامي مسكينه غير درويشه، وماشي ديال المشاكل، وماشي ديال هادشي كامل. طيحت بعائلتي كامله، وها انا كنخلص. راجلي داوه البوليس، حقو معاه، ولكن حضر فينا ديال البنت، ومن بعد رجع تاني. كانوا عنده بزاف ديال الاجراءات وبزاف ديال الامور. انا مشيت للمحكمه والكوميساريه. المهم استنطاقت بزاف ديال الامور، وحسن الحظ انه كانوا الشهود اللي كانوا تما وعارفوا شنو اللي وقع، وشافوا باللي البنت كانت تحت الطوموبيل مخبيه. يعني ما حطها حتى شي واحد. وشافوا راجلي فاش جا. المهم فاش جا بالقتل بان المراه قالت بانها كانت كتشير راجلي، ولكن كان كيسحب ليها. واش شافها؟ واش غير بغى يخلعها زعما؟ غير انه يدير الحس ديال الطوموبيل باش هي تخرج. ولكن قالت لك انا كنشير ليه. قالت لك ما كيسمعنيش، بحال اللي مغيب. مع هو اصلا كان هذا مدابزين انا وياه، وهو كيكمي وكيشرب. وانتم عارفين الاعصاب ديال هاد الناس هادو ملي كيكونوا كيستعملوا هاد الانواع ديال المخدر، كتكون الاعصاب عندهم زايده واحد النغزه، كيف ما كنقولوا. ماشي بحال الناس العاديين. هو انه فاش كيتعصب صافي ما كيبقاش كيسمع اللي حداه، حتى من الشوف كينقص ليه. وانا عصبته تخرجته على الوعي ديالو، وكانت هذه هي النتيجه. راجلي من بعد دفنا البنت. مهم والشهود والصدام، واخا هكاك دوز الحبس، دوز واحد المدة ديال الحبس وخرج، حيت القتل غير العمد دون إحداث نياتي. صافي زادت قلك ما حدها كتقاقي وهي كتزيد في البيض. زادت العلاقة ديالنا قد ما هي مكفسة، زادت تكفسات قفل كثر ما كتصوروا. لا من جهتي ولا من جهته. وهو كيلومني وانا كنلومه، لدرجة كيقول لي بالناقص كون غير التعميت النهار اللي شفت فيك. وانا كذلك كنت كنقولها، كنت كنقول له زعما ممكن يا ريت تكون ان وقعت شي حاجه، وان ولا انني نفكر واحد النهار انني نهرب من دارنا ونهرب من هاد السيد هذا. المهم بقات الامور هكاك ترونات بيناتنا. ولكن واخا هكاك راجلي كان راجل ونص صراحه. على حقاش كان واحد اخر كان غادي يطلقني وما غاديش يتسوق ليا نمشي فين ما عجبني. ولكن هو عارف انني لا طلقت ما نقدرش نرجع لدارنا، وما غاديش يتقبلوني. غادي نتشرد وغادي نضيع في الزنقه. المهم كان معايا راجل ونص. ولكن انا الصراحه ما غاديش نقول انني ما قدرتش هذا الشيء هذا، وانما ما كانش عندي داك الخاطر. عييت ما نحاول انني نقاد في العلاقه ديالنا، كنقول انني خصني نقادها. ولكن كاع فاش كيوقع هذا المشكل ده ديال البنت، صافي قلت ما عمرني انا وهذا الراجل غادي نشوفوا النهار الابيض. حاولت انني نمشي عند والديا شحال من مره، ولكن ديما كنلقى الرفض والصد. حتى واحد ما باغيك، والخصوص با ما باغينيش، لا هو لا خوتي ما بغاونيش بمعنى الكلمه. مازال امي راه مهم كتبقى والكبده ما كدوش. المهم دازت الايام وحنا العلاقه ديالنا تخيلوا معايا انه يقدر يكون جالس راجلي حدايا وكيتفرج ولا شي حاجه، ومهم نقدر اننا نكونوا جالسين ساعتين مع بعضياتنا ومن ما تدورش بيناتنا الهضره. ما كاينش حوار بيناتنا نهائيا، لحقاش ما بقيناش كنتفاهموا في الحوار نهائيا.
فاش كيدخل في شي حوار انا وياه كنساليوها بالمضاربه، هو ولا كيتفاداني وانا ما غاديش نقول انني كنتفاداه. بالعكس، انا كنقلب عليه على حقاش ما عنديش فين نفرغ الغضب ديالي. انا كنجبدو كنبغي هذا ندير له نستفزو، لقاش فيه وما عنديش شي طريقه الا فيه هو. ما نهضر لكم على الصحه ديالي كيفاش ولات، والبشره ديالي كيفاش ولات، وشعري كيفاش ولا. الصراحه ما درت فيها ما يتصلح. انا اللي درت هاد لافوت هذا كامل. انا كنقول ما ربما هادشي كامل اللي كيوقع ليا بسببي، انا بسبب السخط ديال الوالدين. لحقاش نقولوا ان السيد غدر مرته. هاد القضيه هذه كتكون بزاف. شحال من واحد كيغدر مرته عادي، شحال من واحد كيخلي مرته وكيمشي مع وحده اخرى، وكاينه حاجه وحده اخرى انا كنقولها. ما عرفش واش هي انانيه مني ولا هادشي فعلا اللي كاين. انا كنقول ما كاينش شي قد كيهرب من دار العرس. كنقول اي راجل ما يمكنش يخلي مراه تزوج بها ويجمعوا بها عقد الزواج ويمشي مع وحده اخرى غير هكاك وصافي. غير الا كان انه مرتاح مع مرته، راه يستحيل انه يشوف شي وحده اخرى. مهم ملي انه كيجي النقص من المراه عاد الراجل كيقدر انه يشوفها كلها هكا. وماشي كنبرر هذا الشيء اللي وقع، وانما فعلا هذا الشيء اللي كاين. فاش كنهضر انا وراجلي في هذا الموضوع هذا كيقول لي بلي انا وياها ما كناش مرتاحين نهائيا مع بعضياتنا. انا ما كنت مرتاحه معاها. كيقول لي شتي هذا العذاب هذا اللي كنعيشو معاك دابا، وهاد المشاكل ديال دابا اللي كتشوفي عندي اهون من ديك الحاله اللي كنت مع السيده الاولى. السيده الاولى قال لي كانت العلاقه بارده لواحد الدرجه ما يمكنش يطيقها الواحد. كنا معاشرين انا وياها في الدار بحال الخوت. المهم داكشي علاش انا كنقول بلي هادشي كامل راه بسبب السخط ديال الوالديه، وخصوصا ديال با. المهم دازت ليا تا جا واحد العيد، مشى راجلي غادي يصلي الصلاه ديال العيد وتعطل. بقيت كنتسنى ونعاود السيد تعطل. هو شنو اللي دار؟ مشى جمع شي رجال، مشى بعدا عند باه هو الاول هضر معاه على الموضوع ديالنا. قال له با انا ما عنديش بنت. مشى لعند با هضر معاه قال له انا ما عنديش بنت اللي سميتها الزاهيه نهائيا. انا عندي جوج ديال البنات وثلاثه ديال الاولاد صافي. البنت الصغيره ماتت، وعطاه التاريخ بالضبط اللي خرجت فيه من الدار. قال ليه ماتت نهار الفلان الفلاني. قال لي حاولت معاه وحاولت انني نشرح ليه ونقول له. قال لي لا، انا ولو انكم جيتوا عندي كان ممكن انني نقبل بزواجكم. كون ان قال لي راجلي قال لي كون كان جيتي قال له كون جيتي تخطبها من عندي ورجعتيك وعاودتي وليتي، ورجعتك وعاودتي وليتي ورجعتك، كان ممكن انني غادي نقول علاش شكون انايا باش انني نفرق هاد الجوج هادو. ولكن قال له درتي اللي بغيتي وما عبرتو حتى شي واحد، وما درتوش بحساب لا والدين ولا حتى شي حاجه. كيف ما عشت هاد المده هادي كامله، عشت هاد المده هادي كامله بلي بينا زيد وكملوا. المهم صافي، فاش شاف راجلي بلي السيد ما عنده فين انه ما عنده كيفاش غادي يدير باش يسمح ليه ولا يرضى بشويه من جهته، مشى عند مهم واحد ثلاثه ديال الرجال كيحترمهم با، ثلاثه ديال الناس محترمين، ثلاثه ديال الرجال اللي ما فيهمش حتى النميمه والهضره. خلاص الهضره ديالنا انا وياه اللي دارت كلشي عرفها. شكون اللي خرج هاد الهضره هادي؟ راه كان ممكن ان الناس ما غاديش يعرفوا كاع بلي بان بنت الفقيه هربت مع شي حد. ولكن شكون اللي خرج هاد الهضره هادي؟ خرج هذاك صاحبه. المهم الطليق ديالي اللي كان با كيشهد فيه شهاده، المهم انه كيقول ما كاينش بحالو واحد الانسان اللي متقي الله، انسان الله يعمرها دار، وانسان كذا وكذا. هو ما خلى ما قال علينا. الصراحه ما كانش انسان مزيان نهائيا، لا من خلال المعامله ديالو معايا قبل فاش كنت مزوجه به، ولا حتى بعد الطلاق. بعد الطلاق بدا كيهضر وكيقول باللي انا كنت كنخونو قبل، وباللي هذا الشيء علاش طلقني، وباللي كذا. هو اصلا ما عرفش علاش طلقنا، وما عارف حتى شي حاجه، وما عمرو شاف شي حاجه عليا. كيقول باللي شاف شي امور وكذا وكذا، وكيروج للهضره. هذا الشيء هو اللي خلى با انه يكفر من جهتي، وقلبه قساح من جهتي كثر، على حقاش الناس كيهضروا، الناس تيقوا داك السيد هذاك. المهم مشى راجلي لعند داك الناس هذوك داك الثلاثه ديال الرجال، وعاود ليهم كيفاش وكيفاش، ومشاو معاه لعند با. مشاو عنده مع داك جوايه 12. راجلي كان شاري حولي باش يطلب السماحه من با. مشى ذبح ليه الحولي قدام الدار، رمى عليه العار باش يسمح لينا على داك الشيء اللي درنا. داك الرجال هذيك دخلوا بيناتهم، دخلوا هكايا بخيط ابيض،
صراحة با حشم قدامهم، وقالوا داك الرجال، قال ليه واحد كان معروف المهم ان هاد الرجال بثلاثة، قال ليه راه ما داروا حتى شي حاجة ديال العيب، كانوا مازالين صغار وما عرفوش يفكروا، كان خافوا من الرفض وماشي مشكل صافي، راه متزوجوا وداروا داكشي ديال الحلال على سنة الله ورسوله، وزيادة راه متعذبوا بما فيه الكفاية، صافي الله يجعل البركة، وعافى الله عما سلف، واللي غلب يعف. وانت كنت ان ديما كتهضر لينا على التسامح، وعلى ان بنادم خصو يكون قلبه مسميح، ويكون قلبه ابيض، ويكون قلبه ما فيهش الحقد، وما ما يكونش فيه الغل وكذا. فما يمكنش لينا ان حاجة تقول لينا حاجه بحال هكا وانت ما دايرش بيها. با حشم وقال له سير جيبها. انا هادشي عاودوا ليا راجلي من بعد. اما داك النهار ديال العيد، نهار ديال العيد ديال الفطر، مشى حتى غبر من صالة، غير من الصلاة ديال العيد، قبل الصلاة ديال العيد تصلى الظهور وعاد جا. وأنا كنقول هذا فين مشى؟ شوية قلت ما ربما أنه كيتفاداني، حيت اليوم العيد خاف أنه ينوض صداع تاني بيناتنا، حيت فعلا أنا في الأعياد بمناسبات كنكون عافية شاعلة، اللي قرب مني نحرقو. قلت أن السيد راه تفاداني صافي، مشى بدل ساعة بأخرى. المهم فاش صلى ديال الظهور هو يجي عندي، قال لي لبسي غادي نمشيو لواحد البلاصة. فين غادي نمشيو؟ قال لي غادي نمشي لعند واحد صاحبي راه عرض عليا. قلت له لا، انا ما فيا ما نمشي لشي بلاصه، غير سير انت. قال لي ما يمكنش، الله يرحم لك الوالدين، ما تحسينيش، راه السيد قال لي راه واحد الانسان كنحتارمو، ما تحشمينيش قدامه. قال لي اجي انت والمدام وكذا، راه انها غادي نفوجوا معاهم ومرتو غادي تعجبك وكذا وكذا. المهم بدا كيحزر فيا وبس ليا راسي غير باش نقبل. المهم شفت حتى عييت وقلت صافي، خلي اليوم العيد ندير لي خاطرو. انا ما عندي انا لا عرايد ولا هضره ولا نشاط ولا حتى شي حاجه. المهم لبست حوايجي ومشيت معاه، خرجنا طلعت في الطوموبيل، بقينا غاديين واحد شويه، ها هو غادي لجهة دارنا. قلت له فين جا هذا الراجل هذا؟ قال لي غير هنا. قلت له هذا راه جي هنا غادي نلقاو. قلت له شي حد هنايا من خوتي ولا با ولا شي حاجه؟ قال لي راه غادي ندوزو دغيا، ما غادي يشوفنا حد. غير وصلنا لحدا الباب وهو يوقف. قلت له فلان؟ قال لي نعم. قلت له راه جيت لعندهم شحال من مره بخبارك وبلا خبارك، بلا ما تحاول، حيت اليوم راه العيد وغادي يقي. راه قلت له حتى غادي غير يزيدوا انهم يفقسونا وصافي. قال لي غير هبطي. قلت له لا غير سير انا صافي، انا اللي فيا يكافيني. انا بالضبط داك النهار هذاك ما بغيتش انني نمشي ندق عليهم، وخصوصا انه كان معايا راجلي كيقول لي غير نزلي. ما نزلي. قلت له لا. عرفتني شنو غادي دير؟ قال لي شنو؟ قلت له ندير واحد القضيه. قال لي شنو هي؟ قلت له سير دق انت وشوف كيفاش غادي يهضروا معاك، راه نفس الطريقه باش غادي يهضروا معايا انا. قال لي واخا. المهم داق حل خويا الكبير الباب السلام، وهو طلع ليا خويا لقاني في الطوموبيل. طلع ليا خويا لقاني في الطوموبيل، جا لجهتي. خفت منه ولكن ما خفتش، قلت ماشي مشكل، واخا كاع يضربني شنو اللي غادي يوقع. خرجت من الطوموبيل غير شفتو جاي قاصدني، خرجت من الطوموبيل. فاش قرب لعندي وهو يعنقني تصدمت وحط يدو عليا، قال لي زيدي. ودخلنا للدار لقيت بلي راجلي قاد لي كل شيء. المهم تسامحنا وتصالحت مع والديا، وكان المهم هذاك من اجمل ايام حياتي. كان داك النهار هذاك في شكل عمري ما نقدر ننساه. المهم جلسنا تغدينا هضرنا. المهم با هضر معايا بحال حتى شي حاجه ما كاينه، هضر معايا كيف ما كان كيهضر معايا في الاول. امي حتى هي مسكينه فرحات، خوتي خواتاتي كلشي كان فرحان. دوزت واحد العشيه ما نكذبش عليكم، واحد العشيه اللي ما تخيلتش كاع وما توقعش نهائيا. ما فهمت حتى شي حاجه ديك الساعه هذيك. تا خرجنا من عندهم، تعشينا وخرجنا، وبدا كيعاود ليا، قال لي شنو اللي درت وشنو اللي درت وشنو اللي درت. هنا زدت تاكدت باللي الاختيار ديالي لهاد الزوج هذا كان اختيار هو هذاك محله، وكان صائب جدا. وباللي هو انني لو كان انا نعاود نرجع بيا الوقت اللور غادي نعاود نختار نفس الشخص، نفس السيد، لحقاش فعلا ما كاينش بحاله. فرحت وشكرته، وقال لي اليوم بداية جديدة، اليوم الماضي كله غادي نلوحوه من مورانا، بحال يلا تزوجنا اليوم، بحال كل شيء غادي نساوه. فعلا اتفقنا على هذا الشيء هذا، وهذا الشيء هذا هو اللي وقع. رجعت العلاقة ديالنا زوينة، يلا بديت كنحس بالحياة، يلا كيبانلو ليا الالوان
يلا بديت كنتنفس من جديد. ايوا صافي، دازت الايام من بعد حملت. المهم من حملت من بعد 3 سنين من الصلح ديالي مع والديا، حملت. المهم تزاد عندي وليد. كنت صراحة باغية بنيته، ولكن الحمد لله على كل حال زاد عندي وليد وفرحنا به وكل شيء. درنا صداقة، راكم عارفين مع با ما درنا لا موسيقى لا حتى شي حاجة في المناسبات ديالنا. حنا ما كنديروا لا موسيقى لا والو. المهم درنا الصداقة وفرحنا مع بعضياتنا والسلام عليكم، وسمينا الولد والسلام. ايوا صافي، راجلي خدام. المهم عايشين بخير، وانا مع ولدي ومع راجلي بخير وعلى خير الحمد لله. ما بقاش داك الصداع، ما بقاش داك الشراب ولا داك الكارو ولا داك الحالة. كل شيء تقاد ولا بخير وعلى خير. بحال كان اللي داز من قبل كان غير حلم، بحال كان غير حلم، كابوس ماشي حتى شي حلم. يعني بحال اننا كنا غير كنحلمو، جانا كابوس في الحلم ونسيت داكشي كامل. ولات علاقتي بوالديا ماشي، حيت غالبا انني كنشوف الناس مليون ملي كتكون بيناتهم شي مشكله بحال هكا ومن بعد كيجي الصلح، كيبقاو واحد شويه ديال الحزازات بيناتهم. حنا لا، بحال ما عمر وقعت شي حاجه بيناتنا، بحال ما عمرو ما كان شي مشكل نهائيا. رجعت وسط دارنا كيف ما كنت في الاول، ما نخرج من ديك الدار هذيك عروسه. المهم صافي، مشات ايام وجات ايام. من بعد عامين زدت حملت وتزادت عندي بنيته. فاش ولات زادت عندي بنيه فرحت، وسميتها بنفس السميه ديال البنت الاولى. فرحت فيها بزاف. بديت انني كنربي في وليداتي بخير وعلى خير، وعلاقتي بوالديا ولات مزيانه، علاقتي براجلي ولات مزيانه. ولينا عايشين واحد العائله اللي مثاليه بزاف. تا والديا فاش كيشوفوني كيفرحوا، فاش كيشوفوني كنفرح. خواتاتي حتى هما كيقولوا لي غير فلانه هي اللي مزوجه. الصراحه ما جات لا بفلوس ولا حتى بشي حاجه. حنايا انا وراجلي على قد الحال، ماشي شي واحد اللي لاباس عليه. المهم على قد الحال، ولكن الاخلاق ديالو والتربيه ديالو ما كانتش على قد الحال. بصح انه حتى هو غلط، درنا اغلاط. وشكون فينا اللي ما كيغلطش؟ شكون فينا اللي معصوم من الغلط؟ ولكن الا جيت انا نهضر اجمالا وما وعلى راجلي بالحق معايا، انا كنحكم عليه من خلال المعامله ديالو معايا، انه كان ونعمه التربيه. كان معايا ولد الاصل، طلع معايا ولد الناس ديال بصح. وما عمرني ما نقدر نندم حيت اختاريت هذا السيد هذا. غير الطريقه باش تجمعنا انا وياه هي اللي ما كانتش هي هذيك. اما الاختيار ديالي ليه كان صائب 1,000,000%. والحمد لله كنقول راه الرزق والنعمه ماشي ديما كتكون فلوس. بعض المرات ربي كيعطينا نعمه على شكل انسان، على شكل بنادم كيعطيه لك. الله ربي كيرزقك بشي انسان اللي كيكون رزق. كنحمد الله عليه صباح وعشيه. وانا كنحمد الله صباح وعشيه على راجلي، على هذا الراجل اللي عطاني. عذبته مرمدته في حياته وما خليت ما درت ليه. كرهته في ايامه والسنين اللي عاشوا معاه، ولكن ما عمره ولا طلق من يديا. كان معايا ديما السيد الرجال، وديما كنقولها له، وديما كنشكرو على الصبر ديالو معايا الحاله اللي عيشتو فيها في ديك الوقيته هذيك. ولكن هو كان حاس بيا، كان عارف الظروف اللي كنت كندوز بيها. المهم الحمد لله على كل حال. دابا كل شيء تقاد. علاقتي براجلي ووليداتي الحمد لله بخير وعلى خير. علاقتي بوالدي حتى هي الحمد لله فوق البخير. الحمد والشكر لله. الوالدين اصلا شنو كاين اللي كيبغيو في هاد الدنيا؟ راه كيبغيو غير يشوفوا وليداتهم فرحانين. هادشي اللي كيبغيو. غير خصنا نسمعوا ليهم، وخصنا ما نديرو حتى شي خطوه في الحياه الا بالرضا ديالهم والموافقه ديالهم. راه واخا مهم كنقصحوا ريوسنا، واخا كانت عنده كنقصحوا ريوسنا بعض المرات، ولكن راه اي حاجه ما دارت بالرضا ديال الوالدين والموافقه ديالهم والمباركه ديالهم ثقوا بيا كتكون ناقصه، وما كتكون عندها لا حلاوه لا حتى شي حاجه لا طعم. الوالدين راهم كيبغيو يشوفونا غير نكونوا فرحانين، غير نعرفوا كيفاش ندخلوا ليهم الفكره. بعض المرات الافكار ديالنا حنا ماشي هما الافكار ديال والدينا، والافكار ديالنا ماشي هما الافكار ديال ولادنا. الحاجه من واحد المنظور اللي كنشوفوها حنا بواحد المنظور، والدينا كيشوفوها بمنظور واحد اخر، وولادنا عاوتاني كيشوفوها بمنظور واحد اخر. والاجيال كتختلف. راه الجيل ديالي ماشي هو الجيل ديال با وامي، والجيل ديالي ما هوش هو الجيل ديال ولادي. وداك الشيء علاش الطريقه باش كنفكر انا ماشي هي الطريقه باش كيفكروا والديا. ربما والديا كيفكروا بعقلانيه اكثر،
وحنا كنكونوا طايشين. صراحه كنقولوا خصنا نحققوا هذا الشيء هذا اللي بغينا، والسلام عليكم وصافي. ما كنفكروا حتى في شي حاجه، ما كنفكروش في العواقب، ما كنفكروا حاجه واحده اخرى. الوالدين لا، الوالدين كيدرسوها من جميع الجوانب، ولكن غير نعرفوا كيفاش نوصلوا لهم الفكره وصافي. شويه ديال الصبر، على حقاش رضات الوالدين حاجه اللي مهمه في الحياه. المهم الرابح من الوالدين والخاسر من الوالدين. وإلا ما كانش معاك رضات الوالدين، ما معاك حتى شي حاجه في الحياه. والحياه ما كتحلاش لينا بلا رضات الوالدين. وهذا ما كان. هذه هي القصه ديالي. نتمنى فعلا انها تكون عبره لكم، وما ديروش الاغلاط اللي درت انا، لا انا ولا راجلي. راه الزواج ماشي عيب، والطلاق ماشي عيب. راه الطريقه بعض المرات اللي كتكون اللي كتكون عيب باش كنتزوجوا هي اللي كتكون عيب، والطريقه باش كنطلقوا هي اللي كتكون عيب. الواحد ما كانش مرتاح يطلق، عادي يشوف حياته. ماشي انت معاك واحد الانسانه، ولا انت معاك واحد الانسان وكتشوفي هاك ولا هاك. هذه هي العبره الاولى. العبره الثانيه هو اننا خصنا ملي نتزوجوا كنربطوا حياتنا مع واحد الانسان ولا واحد الانسانه. خاصنا نكونوا قد هاد المسؤوليه هذه، ونكونوا عارفين الواجبات ديالنا، ونعرفوا ما لينا وما علينا. علاش؟ على حقاش فاش كتخلي واحد الفراغ ما كتسدش الفراغ ديالك، كتخلي الانسان الاخر، الانسان اللي فين انه يدخل واحد اخر. انا ما تخليش الشخص الثالث فين يدخل، وما تخليش الطرف الثاني اللي معاك فرصة فين انه يشوف هاك ولا هاك. على حقاش فاش كتعمر بلاصتك، كتعمري عينيه داك المصطلح هذا، ولا هو كيعمر لك العين، راه يستحيل انها تشوفي في شي وحده. على حقاش العين راه عامره بواحد الشخص اللي ما تقدرش تشوف شي واحد من غيره. هذه هي العبره الثانيه من القصه. والعبره الثالثه والمهمه هي رضا الوالدين. ديما رضا الوالدين هي كل شيء. بعض المرات كيكون عندهم افكار اللي ما كتناسبناش الافكار ديالنا، وما كتوالمش معاها. حنا كيكونوا هما كيفكروا بواحد الطريقه اللي حنا ما كنفكروش بها. ربما يمكن ما كيفهموش شنو هي. ربما كيقول انهم ما غاديش يفهموا مثلا التضحيه في الحب، ولا انني نضحي على قبل شي حاجه، او لا غادي نخاف التقاليد والعادات ديالنا. ما كيفهموهاش والدينا، ولكن غير بالخاطر وبالصبر غادي توصلوا ليهم كل شيء. على حقاش الوالدين كيف ما قلت لكم كيبغيو غير يشوفونا فرحانين وصافي، ما كيبغيو حتى شي حاجه اخرى في الحياه قد هذا الشيء هذا. المهم غير نعرفوا كيفاش رضاة الوالدين حاجه مهمه في الحياه. مهم راه هما الساروت اللي كيسهل عليك الحياه. فاش كيكون عندك رضاة الوالدين كيكون عندك واحد الساروت اللي زوين، واي قفل دخلتي ليه داك الساروت كيتحل. وفاش كيكون العكس راه كلشي كيتعكس. شتي سخط الوالدين كيعكس لك اي حاجه في الحياه. وهذه هي الحقيقه اللي ما يمكنش يكذبها حتى شي واحد. وهذه هي العبره الثالثه في القصه ديالنا. ونتمنى القصه ديالي انها تعجبكم وتاخذوا منها العبره وتستافدوا. الحباب ديالي، اللي عجبكم المحتوى اللي كنقدم ما تبخلوش عليا باشتراك وتفعيل الجرس، وما تنسونيش من التعاليق ديالكم الزوينه واللايكات باش هكا الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، وتزيدوا تشجعوني ونزيد نعطي اكثر. ونتمنى انني نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وخليتكم على خير وبخير. وموعدنا في الفيديو الجاي بحول الله. دمتم في امان الله ورعايته.